كل حجر من هذه القلعة ينبض طموح لا يعرف المستحيل، وإرث يروي حكاية مجد صنعه الأبطال. وهكذا كانت البداية لأكبر قلعة رياضية في مصر. إعادة هيكلة، تعيين جون إدوارد، اعتزال الأساطير ورحيل لاعبين، مدير فني جديد والفرع الجديد للنادي. هو إيه اللي بيحصل في الزمالك بالظبط؟ تعالوا نشوف. أفضل صفقة للزمالك في آخر 20 سنة تقريبا من وقت كمال درويش. الزمالك أخيرا بدأ يفكر ويعرف إن المشكلة المالية بتاعته مش هيعرف يحلها غير لما يحل مشكلة الإدارة الأول. وأيوة زي ما أنت تخيلت كده دلوقتي، إحنا الزمالك بجمهورنا وتاريخنا، ولكن ما عندناش إدارة ولا موارد، وعشان كده دي أفضل صفقة في آخر 20 سنة للزمالك. وبأسأل مرتضى منصور، جون إدوارد هيبقى مدير رياضي وهيكون المسؤول الأول عن الصفقات الجديدة والتعاقدات، وكمان هيسوق اللعيبة اللي هتمشي من الزمالك علشان يقدر يطلع منهم أي مبالغ نقدر نجيب بيها صفقات جديدة. بمجرد ان جون والإدارة خلاص اتفقوا، وجون هو دلوقتي المتحكم الوحيد في الإدارة وفي الكورة في نادي الزمالك، تعال نشوف ايه اللي حصل وتعال احكي لك بالظبط بالتفاصيل. عد معايا كده. 1. التعاقد مع شركة نايكي بعقد حوالي 3 مليون دولار. العقد ملابس بس، انت مش هيجيلك فلوس، بس دي لازم نقف عندها شوية. الزمالك بقاله فترة كبيرة جدا هو بيتعامل مع شركات كويسة وبتجتهد وكل حاجة، لكن مش شركات عالمية، وده شيء رسمي مش تصريح وخلاص. 2. جون خد قرار انه محدش هيبقى ليه سلطة على ملف الكورة غيره، ودلوقتي ميدو خلاص ساب الكورة خالص في الزمالك وهيرجع تاني للإعلام. 3. السرية التامة داخل النادي ومفيش تسريبات، حتى تسريبات المدير الفني الجديد بيتقال من البرامج وبتتقال من البرامج علشان جايباها من بره نادي الزمالك مش من جوه النادي زي ما كان بيحصل قبل كده. 4. التحكم الكامل في موارد كرة القدم بدون تدخل من أي حد في الإدارة زي ما كان بيحصل قبل كده. 5. مفيش أي لاعب هيمشي من النادي ببلاش، الكل هيتم تسويقه علشان ندخل فلوس زيادة للنادي. 6. وهو الحمد لله أخيرا خلاص بقى في خطة للنادي للمشاركة في كأس العالم 2029. ولا أنت عايز بيراميدز ياكل وشنا؟ بس أنا عايز أوجه رسالة لجون، وياريت لو حد شايف أي وجهة رأي أو متفق معايا أو مختلف يكتب لي تحت في الكومنتات. الزمالك في سماسرة كتيرة جدا وأشخاص كتير مصلحتهم هي المكسب وبس، هم موجودين في النادي بقوة للأسف، وناس تانية مسمين نفسهم محبين للنادي. فانتوا هتتحاربوا من طوب الأرض حرفيا، وده التحدي اللي قدامك كجون. ببساطة أنا عارف إنك شاطر وكفاءة كبيرة جدا وإضافة كبيرة جدا للزمالك زي ما الزمالك هيضيف لك كتير، بس لازم تبقى عارف إنك هيجي عليك مشاكل كتيرة جدا. ناس كتير هتحاربك وهتقطع فيك، وهتبدأ اللجان تتكلم عليك، والناس من الإدارة نفسها هتقف ضدك مش زي فاركو. تمام؟ فلو انت مستعد للتحدي ده يبقى توكل على الله يا باشا، لو مش هتقدر ياريت ما تعشمناش وخلاص. نيجي بقى للعيبة اللي هتمشي. انت ما شاء الله عندك حوالي 12 لعيب ما كانش ينفع يدخلوا من بوابة النادي اصلا، بس يلا مش مهم. في الطبيعي واللي بيحصل الزمالك قبل كده كان بيعمل ايه؟ كان بيستغنى عنهم ويقول لهم شكرا اول حد كده، لكن مع جون خلاص الموضوع مختلف. قالك مفيش لاعب يا باشا هيمشي ببلاش، انا هسوق كل اللعيبة دي عشان اجيب فلوس اشتري بيها لعيبة اعلى منها بكتير ومش بالعدد. تمام؟ مش فاهم كان ايه الصعب في الاول بصراحة، المفروض ده كان يحصل من زمان اصلا. المهم عايز اسمع رأيك في اعادة الهيكلة وشغل جون إدوارد ولجنة التخطيط، وبعد كمان اقالة ميدو او استقالة ميدو في الكومنتات، وخلينا نتشارك. اكتب لي رأيك، يلا مستنيك. ندخل على اللي بعده. اعتزال الاساطير عبد الشافي وشيكا، بس خلينا ناخدهم كده بالراحة ونقف عندهم شوية ونبدأ بشيفو ونحكي حكايته. انا مش جاي احكي لك عن لاعب كورة وخلاص، لا انا جاي احكي لك عن واحد لما يقولوا له انت مين بيرد يقول انا ابن الزمالك. شيفو بدأ في ناشئين الزمالك وساب النادي وهو صغير عشان يحترف، بس قلبه عمره ما ساب الزمالك تماما، ولعب في السعودية للأهلي السعودي، كان محبوب من الكل هناك، بس برضه قلبه كان لسه في 100 عقبة. ده شيفو يا باشا. وعارفين رجع ليه؟ عشان الزمالك قال له بس تعال. هرد شيفو قال له انا جاي طبعا، انا عمري اصلا ما بعدت عنكم. ومن اول يوم رجع فيه بان قد ايه هو ابن النادي فعلا، رجولة، التزام،
اداء ثابت لما بيطلب منه، وقلب ابيض بيحب الفانيلا. مع كل بطولة كان بيكسبها مع الزمالك كان شيف واقف على الخط رافع راسه، رافع الكاس ورافع قيمة الانتماء الحقيقي. محمد عبد الشافي مش بس لاعب، دي حكاية وفاء، حكاية ابن اتربى على حب الزمالك وساب الملاعب بس ما سابش حبنا ليه. ولما جه وقت الرحيل يا شيفو ما عملتش اي دوشة، ما اتكلمتش، مشاهدة بسيطة ودمعة في العين وقلوب مليانة حب. هو ده شيفو أسطورة الزمالك. مع السلامة يا ابو قلب ابيض، مع السلامة يا عبد الشافي. وتعالى نتكلم على واحد من اللعيبة اللي بحبهم جدا وزعلان انه هيمشي برضه. اي نعم هو ما اعتزلش، بس كان دايما قلبه ابيض بخطين حمر، وهو حمزة المسلوسي. أسد تونس لعب مع الزمالك 5 سنين كاملين، أحرز 5 أهداف، صنع 6 أهداف، لعب حوالي 153 مباراة في مسيرته مع الزمالك. عمرنا ما هننسى الكونفدرالية الشهيرة اللي مسجلة باسمه لحد دلوقتي. حمزة لعب بقلب لحد آخر ماتش، اتصاب فيه بالصليبي، ولما جه يمشي طلع قال شرف ليا إني لعبت للزمالك وماشي وأنا فخور. فحابب أقولك إن إحنا بنحبك يا حمزة برشا والله، وعمرنا ما هننساك، والزمالك هيفضل بيتك طبعا. ومن هنا نوصل لأهم نقطة في الفيديو كله، وأهم مرحلة للزمالك في الفترة الجاية كلها، فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر. لو اتنفذ 50% من المخطط المحطوط هينقل الزمالك بشكل كبير جدا جدا جدا. وتعالى نقول شوية أرقام عشان تعرف احنا ممكن نوصل لحد فين. بس ثواني، الزمالك دفع 6 مليون دولار غرامات على النادي، متبقي 3 مليون، عشان كده يبقى خلاص قفلنا اللعبة، كل حاجة عن النادي حرفيا. وفكرة الزمالك المديون واننا فاتحين مكتب في الفيفا دي هتتقفل تماما. عشان كده خلاص الفرع الجديد الامور فيه بتتم بجدية شديدة جدا جدا. في خلال المراحل الاولى هيبقى فيه مطاعم ومباني وملاعب للناشئين كمان. الادارة دفعت كل الاموال عشان المرحلة الاولى تتم، واستاد الزمالك موجود بس مش في المرحلة الاولى. وفي خلال 3 سنين المفروض الفرع الكامل يكون انتهى، وبميزانية تصل ل 8 مليار جنيه. طب ده هيفيد الزمالك ازاي؟ تعال اقول لك بقى الارقام اللي انت حابب تسمعها. الزمالك متارجت انه يفتح 30,000 عضوية جديدة، تمن العضوية الواحدة 400,000 جنيه. يعني بشوية حسابات كده الزمالك يقدر يطلع من العضويات بس للفرع الجديد بس 12 مليار جنيه. وحط تحت الرقم ده خطين حمر، تمام؟ الزمالك أجر المحلات والمطاعم اللي هتبقى محيطة بالنادي، وهيطلع منها رقم خزعبلي إن شاء الله. في خلال ال3 سنين الزمالك يقدر يحصل على حدود تقريبا 25 مليار جنيه، يعني بشوية أرقام نص مليار دولار في خلال 3 سنين. يعني مفيش حاجة اسمها ان النادي بيعاني من مشاكل مالية لقرون قدام. انا لسه ما خلصتش، واخبار الزمالك الفترة اللي جاية هتبقى كبيرة وكتيرة جدا ان شاء الله، واحنا طبعا كزملكاوي مستني واشوف. بس كفاية لحد هنا، واعتبر ده جزء اول من الحلقات اللي جاية، ومستني اشوف رأيكم في التعليقات. سلام.